السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في صفحة وقناة الدولة العثمانية وحلقة جديدة من برنامج حكايات عثمانية. على بركة الله نبدأ. ما هو قانون قتل الأخوة؟ وهل يوجد بالفعل قانون بهذا الاسم؟ ومن وضع هذا القانون؟ وما السبب في ذلك؟ الإجابة نعم. هناك قانون في الدولة العثمانية بهذا الشكل، والذي وضعه هو السلطان محمد الفاتح. أما السبب فهو موضوع حلقتنا اليوم. بالطبع القانون لم يتم إصداره حبا في القتل وسفك الدماء والتخلص من المنافسين أو من الأبرياء بدون وجه حق. القانون كان له أسباب تاريخية، بل أن له أسباب لحقن دماء الأمراء والمسلمين، لكن تشوهت صورة هذا القانون لما فعله بعض السلاطين من استخدام القانون بشكل خاطئ. في بداية الدولة العثمانية وتحديدا عند وفاة السلطان عثمان الأول، بدأ السؤال لأول مرة: من الذي سيخلف السلطان عثمان الأول؟ استدعى السلطان عثمان الأول ابنيه علاء الدين وأورخان، وقرر تسليم السلطنة لابنه الأصغر أورخان. ورغم أن الأمير علاء الدين هو الأكبر، فلم يعترض على قرار والده، وقرر مساعدة أخيه السلطان، وكافأه السلطان أورخان بجعله الصدر الأعظم أي رئيس الوزراء. بدأت قصة الخيانة والطمع في السلطنة تظهر بشدة كلما زادت رقعة الدولة العثمانية. فنرى في عهد السلطان مراد الأول يقوم ابنه صاووجي بيك بالتعاون مع الدولة البيزنطية لمحاولة إسقاط والده من العرش العثماني. ولكي يصبح سلطان الدولة العثمانية فعلم والده بذلك فقام بإعدامه، وهذا مثبت في الكتب التاريخية. وصلنا إلى عهد السلطان بايزيد الأول المعروف بالصاعقة، ووصلت الدولة العثمانية لمرحلة مهمة جدا، فأصبحت الدولة قوية جدا ولم تعد إمارة صغيرة أو مقاطعة حدودية، وأصبح فتح القسطنطينية مسألة وقت. وكان الإمبراطور البيزنطي نفسه يعلم ذلك لما رآه من هزائم ونكبات، حيث قام بعمل تحالفات أوروبية لتدمير الدولة العثمانية وانتهى بالهزيمة. فحدث ما لم يكن يتوقع أحد: انهزم السلطان بايزيد الأول في معركة أنقرة على يد تيمور لينك، ووقع في الأسر، وأصبحت الدولة العثمانية بلا رئيس لأول مرة. ومن هنا بدأ النزاع بين أبنائه، فلم يكن هناك اعتراف في الدولة العثمانية بنظام ولي العهد. كان هناك اعتقاد شديد عند الأتراك بأن السلطان يختاره الله، وهذا صحيح بالطبع، ولكن مفهومه مختلف عند الأتراك، بمعنى أنه لا يجوز على إنسان أن يختار ولي عهد أو يقول هذا الأمير سيصبح السلطان القادم، أو مبايعة أمير ليكون السلطان القادم. في هذه الحالة يعتبرها الأتراك في هذا الوقت مخالفا لاعتقادهم، وأن من يفعل ذلك إنما يتحدى الإرادة الإلهية. لذلك كان كل أمير في الدولة العثمانية له الحق في العرش، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ليس هناك فرق. كل أمير يعتمد على علاقاته مع الجيش والوزراء والعلماء والشعب، ويحارب إخوته ويصبح السلطان. وهذا ما حصل بالفعل مع أبناء بايزيد الصاعقة. الدولة العثمانية التي أصبحت ترعب أوروبا وأصبحت فتح القسطنطينية مسألة وقت، تفككت بشكل مرعب، وتحولت من دولة واحدة ليس لها رئيس واحد إلى نزاع بين 4 أمراء. كل أمير استولى على منطقة وأعلن نفسه سلطانا. بالتالي أصبحت الدولة العثمانية لها 4 سلاطين، وهم موسى جلبة وعيسى وسليمان ومحمد جلبة. ظل النزاع بين أبناء بايزيد الصاعقة على عرش الدولة العثمانية لمدة 11 عاما. تخيلوا هذه المدة لو تم استغلالها في الفتوحات، أو حاول أبناء بايزيد إنقاذ والدهم والانتقام من تيمور لينك، ولكن حب السلطة والنفوذ يعمي أي شخص. بعد هذا الصراع المرير والدموي الذي ظل لمدة 11 عاما، كان سببه دمار كثير من المدن وضياع فتوحات الأجداد. فقامت الدولة البيزنطية باستغلال هذه الحرب، واستردت كثير من المدن والقلاع، وكذلك الإمارات التركمانية التي أعلنت استقلالها. ولم يكتفي الأمر بالمدن والقلاع التي سقطت، بل مئات الآلاف من الجنود الذين ماتوا في هذه الحروب. وليتها كانت حروب من أجل هدف نبيل أو من أجل فتح يسلم الإسلام، بل كان من أجل طمع الأمراء. إلى أن قام السلطان محمد جلبة بالانتصار في هذه المعركة، وقام بتوحيد الدولة العثمانية، وبدأ في مرحلة توحيد الدولة العثمانية مرة أخرى، وبدأ رحلة استعادة المدن والقلاع التي سقطت في هذه الفترة. بعد وفاة السلطان محمد جلبة الذي قام بعمل عظيم عندما وحد الدولة مرة أخرى، تولى العرش ابنه مراد الثاني. ولم يكن يهنئ السلطان مراد الثاني بالحكم، فظهر له عمه الأمير مصطفى
الذي كان يراقب الوضع من بعيد، فلجأ إلى الدولة البيزنطية التي استخدمت هذا الأمير أفضل استغلال، فقامت بتهديد السلطان مراد الثاني بورقة عمه الأمير مصطفى، فساعدت الأمير مصطفى على تكوين جيش لمحاربة ابن أخيه. وادعى الأمير مصطفى أن العرش من حقه، وأنه عندما يموت أبناء بايزيد بعدها يأتي حق الجيل التالي في استلام السلطنة، وكاد ينجح في هذا العصيان لولا قوة وشجاعة السلطان مراد الثاني الذي هزمه أكثر من مرة. بعد وفاة السلطان مراد الثاني تولى الحكم بعده ابنه محمد الفاتح، فلم يكن يهنأ السلطان محمد الفاتح بالحكم، فظهر له أيضا أمير عثماني لاجئ في الدولة البيزنطية يدعى أورخان. فقامت الدولة البيزنطية باستفزاز السلطان محمد الفاتح وتهديده بأن الأمير أورخان لاجئا لديها، وأن الدولة البيزنطية لديها القدرة على تجميع جيش جرار ومساعدة الأمير أورخان لكي يصبح السلطان. فعلم السلطان محمد الفاتح أنه يجب أن يتم التخلص أولا من هذه الدولة، وكما تعلمون قام السلطان محمد الفاتح بفتح القسطنطينية، حتى أن الأمير العثماني أورخان كان يساعد الدفاع البيزنطي، حيث شارك في محاربة الدولة العثمانية بنفسه وبرفقة 600 من الجنود الذين كانوا من ضمن جيش أورخان. تمكن السلطان محمد الفاتح من الفتح العظيم ومن إغلاق صفحة هذا الأمير، فقام بالتفكير في مستقبل الدولة العثمانية، قام بالتفكير في كل هذه الأحداث، فكر في الصراعات التي حدثت بين أجداده، كيف أن صعود السلطان يكون بعد قتال مرير، فكل أمير يقوم بتجميع عشرات الآلاف من جنود المسلمين، وينتهي الأمر لأمير واحد فقط يصبح سلطانا، وفي النهاية أيضا يقوم هذا الأمير عند صعوده إلى العرش بقتل إخوته المتمردين. فكر في وضع حل لهذه التمردات ولإخفاء العصيان والصراع على العرش، فوجد أن الحل في وضع رادع يخاف منه الأمراء ويعلمون أن عصيانهم أو تمردهم سينتهي إلى قتلهم، فقام بوضع قانون وراثة العرش، وما هو ما أسموه بقانون قتل الأخوة. وكان القانون كالتالي: يحق للسلطان قتل إخوته للحفاظ على النظام العام إذا صدر عصيان أو تمرد. فهذا القانون كان مجرد محاولة لوقف القتل والصراع بين الأخوة، فالضحية لم تكن الأخوة فقط بل عشرات الآلاف من جنود المسلمين. ومن يدعي أن القانون هو سبب قتال وقتل الإخوة فهو جاهل، فقتل الإخوة كان موجود من قبل السلطان محمد الفاتح كما ذكرنا، ووضحنا تأثير هذا القتال على مستقبل الدولة العثمانية، ووضحنا الصراع الذي حدث بين أبناء بايزيد الصاعقة وما تسبب فيه من ضياع المدن والقلاع وأرواح عشرات الآلاف من الجنود وأرواح الأمراء الخاسرين أيضا. بالتالي القانون لم يكن يحرض على القتل، بل كان رادعا للأمراء الآخرين بعدم العصيان على السلطان. المشكلة هنا أن القانون كان يهدف لردع الأمراء، ومع ذلك استغله بعض السلاطين أسوأ استغلال بحكم السلطة الواسعة للسلطان، فقام بعض السلاطين التنابلة بقتل إخوتهم بدون وجه حق. نجد مثلا أن السلطان مراد الثالث قام بقتل إخوته الخمسة، والسلطان محمد الثالث قام بقتل 19 أخا له كان بينهم أمراء أطفال ربما لم يعلموا بعد أنهم أمراء. هناك كان القتل بغرض القتل، فلم يوجد أمير قام بالعصيان أو حتى سوء النية، فالقتل هنا ليس له مبرر إطلاقا. وهذه الأفعال الشنيعة والسيئة أساءت جدا للقانون، وجعلت السلطان محمد الفاتح في قفص الاتهام بأنه السبب في هذه الأفعال. بعد وفاة السلطان محمد الثالث تولى العرش ابنه أحمد الأول، ورغم وجود القانون إلى أنه لم يقتل أخيه مصطفى، بل قام بإلغاء هذا القانون تماما واستبدله بقانون يسمى الأكبر والأرشد. ولم يكتفي بذلك، بل وصى بالحكم لأخيه مصطفى لأول مرة في التاريخ العثماني. ورغم أن القانون تم إلغاؤه نهائيا، إلى أن الصراع بين الإخوة لم ينتهي، فهذا السلطان أحمد الأول كان يهدف لحماية أبنائه، فنجد أن ابنه الأكبر يتم اغتياله بطريقة بشعة، ونجد أن السلطان مراد الرابع يصدر أمر بإعدام إخوته الثلاثة سليمان وبيازيد وقاسم، لأنه علم أن والدته تسعى للتخلص منه وتعيين أحد إخوته سلطانا من بعده. والخلاصة هنا تقول أنه قبل وضع القانون حدث قتل وقتال الأخوة، بعد وضع القانون لم يتوقف قتل وقتال الأخوة، وبعد إلغاء القانون لم يتوقف قتل وقتال الأخوة. فعندما تجد جاهل يحاول إقناعك بأن السلطان ابتدع قانون بسببه تم القتال بين الأخوة، يجب أن تكون على علم بهذه الأسباب وبهذه المعلومات. فالسلطان حاول منع القتال بين الإخوة، فالسبب هنا كان طمع الأمراء في العرش، والسبب الثاني كما ذكرنا هو عقيدة الأتراك والمجتمع وقتها كما ذكرنا أنه لا يصح تعيين ولي عهد أو التحدث بشأن السلطان القادم، بل كان يتم ترك كل هذه الأمور للقدر بدون سعي، وهذا خاطئ تماما.
عندما تغير هذا الاعتقاد الخاطئ الذي تحدثنا عنه توقف قتل الإخوة تماما وبدأ نظام ولي العهد، فبعد إعدام السلطان إبراهيم الأول لم يحدث أي صراع أو قتل بين الإخوة تماما، ولم نسمع عن سلطان قتل أخيه لأنه يريد تأمين الحكم. في نهاية هذه الحلقة يجب أن تكونوا على علم بالمصادر التي اعتمدنا عليها في هذه الحلقة. أطلب منكم مراجعة هذه المصادر والتحقق منها بأنفسكم لكي لا تسمحوا للعلمانيين وأعداء التاريخ الإسلامي بتزوير تاريخكم وتشويه أبطال الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. دعمك لنا يجعلنا نستمر ونقدم ما هو أفضل وأعظم.